عالم الرفاهية المطلقة. كيف تسافر أغنى النساء العربيات؟ عندما نتحدث عن الرفاهية المطلقة وعن السفر الذي يتجاوز حدود الخيال، فلا أحد ينافس أغنى النساء العربيات. من الطائرات الخاصة الأسطورية إلى القصور الطائرة واليخوت العملاقة التي تجوب البحار، نحن أمام عالم لا يراه إلا القلة. من الشيخة موزة بنت ناصر إلى الأميرة هيا بنت الحسين، وصولا إلى هدى قطان التي صنعت مجدها بيدها. في هذا الفيديو نكشف لك أسرار سفر النخبة العربية، ونأخذك في جولة داخل عالم من الترف لم تره من قبل. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديدنا من محتوى فاخر وممتع. المركز السادس، الشيخة موزة بنت ناصر. تعد الشيخة موزة بنت ناصر واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط، لكن خلف حضورها العام تختبئ حياة مترفة تعكس قمة الفخامة. من أبرز ممتلكاتها اليخت الفخم بطول 123 مترا الذي يحمل اسم مدينة قطر المستقبلية. هذا القصر العائم يضم مهبط طائرات هليكوبتر، عدة مسابح، ديكورات فاخرة تناسب العائلة المالكة. أما في الجو فالسفر يتم عبر أسطول الطائرات الملكية القطرية التي تشمل طائرات جولف ستريم وبوينغ معدلة خصيصا. كما أسست العائلة المالكة عام 1977 شركة الطيران الأميري القطرية المخصصة خصيصا لكبار الشخصيات، والتي تضم طائرات تتجاوز تكلفة الواحدة منها 400 مليون دولار. وعلى الأرض يظهر عشق الفخامة من خلال سيارات مثل مرسيدس AMG، رولز رويس فانتوم، لامبورجيني، فيراري، وبوغاتي تشايرون وفيرون. أما في الموضة فالشيخة موزة أيقونة عالمية تمزج بين الأصالة القطرية والموضة العصرية بذوق راق يخطف الأنظار. المركز السادس، الأميرة فهدة بنت فلاح الحثلين. عندما نتحدث عن الفخامة الملكية الخالصة، تبرز الأميرة فهدة بنت فلاح الحثلين زوجة الملك سلمان بن عبد العزيز. تنتمي الأميرة إلى واحدة من أغنى العائلات في العالم بثروة تقدر بتريليونات الدولارات، مصدرها الأساسي عوائد النفط عبر شركة أرامكو. حياتها الخاصة عنوانها قصور فاخرة، جزر خاصة، حفلات زفاف أسطورية. في البحر تمتلك العائلة يخوتا أسطورية مثل يخت سيرين بقيمة 500 مليون دولار، واليخت الملكي عبد العزيز القادر على استضافة أكثر من 60 ضيفا. وفي السماء يتم السفر عبر طائرات بوينغ 747 خاصة مصممة كقصور طائرة تضم أجنحة نوم فاخرة ولمسات ذهبية مذهلة. أما السيارات فهي تحف فنية متنقلة من رولز رويس، لامبورجيني، وبوغاتي بإصدارات نادرة. المركز الخامس، الأميرة أميرة الطويل. تمثل الأميرة أميرة الطويل نموذجا للجمع بين الأناقة والرقي والفكر العصري. تغيرت حياتها جذريا بعد زواجها من الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى رجال العالم، ثم حافظت على مكانتها حتى بعد انفصالها، قبل أن تتزوج لاحقا من رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري. تقدر ثروتها اليوم ب20 مليون دولار إلى جانب ثروة زوجها الضخمة، ما يمنحها أسلوب حياة وريد. من أبرز مقتنياتها رولز رويس فانتوم بتفاصيل من الذهب، بوغاتي فيرون بقيمة 3 ملايين دولار، لامبورجيني أفنتادور، وفيراري. أما السفر الجوي فتحول مع طائرات مثل بوينغ خاصة مجهزة كقصر طائر، إيرباص A380 الملقب بالقصر الطائر بسلالم سلمية وحمامات تركية. كل رحلة بالنسبة للأميرة أميرة هي تحفة فنية من الفخامة. المركز الرابع، الشيخة مهرة بنت مكتوم. تنتمي الشيخة مهرة إلى عائلة آل مكتوم بثروة تتجاوز 40 مليار دولار. في عالم السفر لا تقبل إلا بالأفضل. من أبرز وسائل تنقلها طائرات بوينغ وجولف ستريم مصممة بالذهب، يخوت عائلية أسطورية أبرزها يخت دبي بطول 162 مترا بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، ويضم 7 طوابق، سينما خاصة، غواصة شخصية. وعلى اليابسة تمتلك بوغاتي تشايرون، رولز رويس فانتوم وردية بسقف مرصوص بالنجوم، لامبورجيني أفنتادور مطلية بالذهب بقيمة 7.5 ملايين دولار،
حياة صممت لتكون حلما لا يتحقق إلا للقلة. المركز الثالث، الملكة رانيا. الملكة رانيا ليست مجرد ملكة، بل أيقونة عالمية في الأناقة الراقية. أسلوب حياتها يعكس توازنا بين الفخامة والذوق الرفيع. من ممتلكاتها رولز رويس فانتوم بزجاج مضاد للرصاص، بنتلي بنتاغا، مرسيدس اس مدرعة. في الجو تسافر عبر جولف ستريم G650، إيرباص فاخر مجهز كقصر طائر. وفي البحر تمتلك يختا ملكيا ضخما مصمما لتوفير أقصى درجات الخصوصية والراحة. المركز الثاني، الأميرة هيا بنت الحسين. عاشت الأميرة هيا حياة ملكية بكل تفاصيلها، من القصور إلى السيارات الخارقة واليخوت العملاقة. أبرز ممتلكاتها يخت دبي الأسطوري، أسطول سيارات نادرة، بوغاتي، فيراري أنزو، ماكلارين P1 GTR. الأميرة هيا لا تملك فقط أشياء فاخرة، بل تعيش حياة لا يعرفها إلا القليل. المركز الأول، هدى قطان. في الصدارة تأتي هدى قطان، قصة نجاح عربية ملهمة. مليارديرة عسامية بدأت من الصفر، وأسست إمبراطورية هدى بيوتي التي تتجاوز قيمتها $1,000,000,000. استثمرت بذكاء في إنستغرام ويوتيوب حتى أصبحت واحدة من أغنى نساء الشرق الأوسط. مقتنياتها تعكس فخامة حديثة: مرسيدس AMG، BMW X5، مرسيدس S كلاس، رولز رويس كالينان بقيمة $350,000. هدى قطان تثبت أن النجاح ليس حكرا على العائلات الملكية، بل قرار يصنع بالإرادة والعمل. نراك في الفيديو القادم، حيث الفخامة والقصص التي لا تروى كثيرا.